اهلا وسهلا بحبايبي اللي بيحبوا يسمعوا الامثال. والنهارده معانا مثل قديم بيقول: اللي اتلسع من الكهرباء يخاف من العتمة. والمثل ده بيعبر عن ان الانسان اللي تعرض لتجربة مؤلمة او صدمة في موقف معين بيبقى بعد كده حذر جدا، لدرجة انه ممكن يخاف حتى من الحاجة اللي ملهاش خطر، لان بقى يتوقع الأسوأ بسبب اللي حصله قبل كده. او لما الواحد يتلسع من موقف، حتى الحاجات البسيطة اللي شبهها بقت تخوفه. والحكاية النهاردة بتقول: كان في شاب بسيط اسمه كريم. كريم كان عايش مع أسرته في بيت، وفي يوم الفيشة بتاعة الكهرباء ضربت، باظت، ولعت، فحب يصلحها بنفسه، فاتكهرب جامد ووقع على الأرض، والناس جريت عليه، والحمد لله قام منها سليم. بس كان الموقف مرعب بالنسبة له. ومن يومها كريم بقى بيخاف من الكهرباء جدا، لدرجة انه النور قطع ما يرضاش يدخل الأوضة لوحده، ويقول: أنا مش ناقص. اللي اتلسع من الكهرباء يخاف من العتمة. حتى أصحابه كانوا بيضحكوا عليه ويقولوا له: يا عم دي عتمة مش كهرباء. وهو يرد: اللي شاف الموت مرة مش بينسى شكله. ومن هنا انتشر المثل للناس كلها. محد يبقى خايف زيادة عن اللزوم يقولوا له ايه؟ اللي اتلسع من الكهرباء يخاف من العتمة. وده طبعا يا حبايبي مش صح. لازم الواحد ما يخافش غير من ربنا، ويبقى قلبه جامد. وطبعا دي تجارب بتبقى حصلت لناس وبيطلعوا منها الامثال. قولولي بقى، مين فيكم حصل معاه موقف زي ده؟ اكتبولي في التعليقات وقولولي. وفضلا وليس امرا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.